السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة رجل يغيب وباقي الذكر وهاج، ورجل عن المعروف نفسه حرمها. طبعا هذه القصيدة للشاعر عبد الرحمن، وهو ما له أي تدخل في القصة، يعني القصة حدثت بين شخصين ولكن شدت هذه القصة فنظم هذه الأبيات. طبعا قافية القصيدة هي على قصيدة الشاعر المرحوم السديري رحمه الله، اللي مشهورة جدا، اللي يقول فيها: الطيب دمعة والردى ضحكة حجاج نفسك قبل لومك للأيام لمها. والسبب أنها جت على نفس القافية أيضا في القصة حدثت لشخص عفيف النفس، كان يبني بيته وقرب بيته يخلص، فاحتاج مبلغ من المال، فنصى واحد الله معطيه خير، ولا كان يبغى منه سلفة، يعني كان يبغى منه دين، يعني أقساط. فقال له: أنا والله عندي بيتي وناقصه بعض الأمور، وأبغى منك أقساط بالمبلغ الفلاني. الرجال الثاني اللي هو التاجر هذا وش اللي الله مغنيه، طبعا قال له بعد شهر، لا هو اللي عطاه ولا هو اللي تعذر منه. المهم راحت الأيام وجاء شهر، وتوجه صاحب العمارة هذا إلى الرجل، فقال له: والله أنا حصلت لي ظروف وما أستطيع ولا عندي ومن هالأمور. فرجع الرجال هذا طبعا منصدم من هالموقف، لأنه ما طل فيه شهر ولا أعطاه ولا هو اللي قال له. الرجل الغني هذا حس يعني بنوع من الندم، وأنا ما أدري يعني الحقيقة. هو أرسل أبيات لصاحب العمارة بعد ما راح من عنده، أرسل له، أخذ جزء من أبيات السديري وأرسلها برسالة للرجال على سبيل الاعتذار أو على سبيل ما أدري وش يقصد فيها حقيقة. أخذ آخر الأبيات اللي في القصيدة اللي يقول فيها السديري: ما عاد يمدي والحكي دونه سياج، لكن تهجى كلمتي وافتهمها، أما تجي بحراج وتروح بحراج، ولا تثمن جيتك وتحشمها. وأرسلها للرجال. طبعا الرجال ما هو شاعر فما رد عليه وترك الموضوع. واجه الشاعر عبد الرحمن هذا صاحب العمارة، فقال له القصة اللي حدثت بينه وبين هالشخص هذا بدون ذكر أسماء. فالشاعر عبد الرحمن طبعا شده الموقف هذا، فنظم هذه القصيدة على نفس قافية البيتين اللي اجتزأهن الرجال من قصيدة السديري. يقول الشاعر عبد الرحمن: وصلتني أبيات الذهب عبر الأبراج، أعطيتني حكمة وعقلي فهمها، وأنا بعد بهديك من وسط الأدراج حكمة يغلفها الغلا واستلمها. من صادف القمر محتاج لسراج، يذخر سراجه لليالي وعتمها، والناس بالدنيا مكفي ومحتاج، وكل يسجل موقفه في هرمها. يا صاحبي كل على الدرب دراج، ولباقي إلا وجه رب رسمها. رجل يغيب وباقي الذكر وهاج، ورجل عن المعروف نفسه حرمها. والموقف الطيب على صاحبه تاج، والنفس من دون الردي حشمها. ومن يزبن الطيب ترى ما به إحراج، لو كان ضيقت حاجتك ما فهمها. قالوا لي إن الكي هو آخر علاج، ونول علاجي جنبي وسمها. الوضع ما هو الكثرة الهرج محتاج، وجهة نظر يا صاحبي واحترمها. وسلامتكم. فطبعا قال له: أنت مسموح إذا كانك تبي ترسلها للرجل، لكن الرجل هذا عف نفسه وما أرسل الرد لصاحب التجارة. وفق الله للجميع لكل خير.